السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة انا اتفقت معاكم ان انا هعمل لكم اكلات اقتصادية جدا. فما انا مش هقول الماركة ايه، بس كل اللي انا هقول اني انا كان عندي كيس فول مدمس. بيني وبينكم يعني انا مش عايزة ادمسه، لان انا عندي فول مدمس بما فيه الكفاية. او بمعنى اصح يعني عندي كام كيس كده فبشيلهم في الفريزر لما بحتاج. بس اللي ما عنديش الطعمية، واللي خلاني ان انا اعمل الطعمية لاني لقيت القرص قد كده بالظبط كده، ولقيت القرص ده بجنيه. فحرام، قلت ليه يعني. فبيني وبينكم انا هعملكوا طريقة عمل الطعمية اللي على اصولها، الطعمية الحقيقية اللي على اصولها. ادي كيس الفول الملمس، هنقيه طبعا. تمام، انا هنقيه زي ما انتوا شايفين اهو، وهنقعه يومين. وبعد ما هنقعه ان شاء الله هطلع معاكم هوريكم بعد ما اتنقع بقى شكله ايه. طبعا انا وريتهولكوا قبل النقع كده فان شاء الله هرجع تاني بعد يومين اكمل تصوير الفيديو. وانا رجعت لكم اهو بعد يومين بالظبط، يعني هو يومين مع تغيير المية المستمر، وغسلته كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين اهو لما اتنقع حتى منبت اهو. بصوا حتى الفولة منبتة. انتوا معايا؟ انا مش عارفه هل الكاميرا جايبه ولا مش جايبه. انتوا شايفيني؟ هعمل كالاتي بقى. هجيب معايا طبق، مش هاخد مني حاجه، وهبتدي ان انا اقشره من كده حتى بايديا اهو. هي خلاص نبتت معايا، بصوا بقت سهله التقشير اهي. تمام، في ثواني ان شاء الله. واي حد يعني اللي عنده كيس فول مش محتاجه، مش شرط ان انت تدمسيه، او لا بالعكس، انت ممكن ان انت ثواني اجيب طبق احط فيه القشر. لا، انت ممكن زي ما انا عملت كده يتنقع يومين، هيتعمل منه طعمية، يتعمل منه فول نابت، يتعمل منه بصارة، يتعمل منه فول مقلي. وانا عايزه اعمل لكم حلقة الفول المقلي تحفة، او اكلات اقتصادية. يعني انت لو جبتوا ربع كيلو، يعني ده كيس بالظبط، ثواني على ما اعتقد يعني انه اكيد ل 400 جرام ل 350. هو دلوقتي الاكياس ما بقتش تزيد عن الاحجام ديت. وهتشوفوا كمية الطعمية اللي هتديها لنا، وطعمية عملتها في البيت، طعمية بيتي، طعمية على اصولها، تاكلوا حاجة نظيفة ومنها حاجة اقتصادية. هتعملكوا كذا كيس يتحط في الفريزر يطلع وقت اللزوم. احنا القصة كلها ان احنا نقدر نوظف، يعني حتى لو معانا مبلغ قليل احنا نقدر نوظفه. يعني احنا مش شرط ان احنا نصعبها على نفسنا. وحتى برضو الازمات، ازمة البيض دي، البيضة ب3 جنيه. ليه احنا اللي عاملين كده؟ احنا لو قطعنا البيض مثلا خلاص، لو قعدنا اسبوع ما ناكلش بيض كلنا واتفقنا على الاتفاق ده، الدنيا خلاص. بالعكس، الاسعار هتنزل على الاقل. لو بقت يعني البضاية ب2.5 هتبقى تمام. هيبقى على الاقل عملنا حاجة، على الاقل قدرنا نعمل عنصر ايجابي ان احنا نزلنا، حتى لو شيلن حتى. ان احنا اللي بنصعبها على نفسنا، احنا اللي بنعلي الاسعار، احنا اللي بنخلي، لان كل اتجاهات عايزين لحمة. طب ما احنا ممكن نقعد اسبوع اسبوعين ما ناكلش لحمة وناكل الاكل البديل. ايه المشكلة؟ يعني احنا يعني، وكمان ظروف الدنيا بقت صعبة كمان، واللي عندهم اطفال واللي مرتباتهم على قدهم. احنا لازم بجد يبقى لنا وقفة، مش وقفة ان احنا لا، وقفة للناس اللي بتحتكر السلع، اللي بتاخد السلعة لنفسها وتقول لنفسها انا هبيعها بمزاجي النهاردة. ده انا اجي اشتري الحاجة النهاردة تبقى بمبلغ، يعني تاني يوم الاقيها بمبلغ تاني خالص، ويقولك سعر اليوم. ليه يعني؟ وبكده زي ما انتوا شايفين انا عملت جزء منه اهو، اهو بالظبط اهو.
زي ما انتوا شايفين اهو. انا عملت جزء لان انا بعمل حاجات على قدي يعني كده. يعني انا قسمتهم شويه هعملهم طعميه عشان اوريكم الطريقه. انا بعملها على طول دلوقتي، انا على طول تخلص بعملها على طول. يعني بعمل كيسين كده، كيسين كيسين، ما بحاولش اعمل كميات واشيلها في الفريزر. والباقي هعمله لكم فول مقلي ان شاء الله. بس دلوقتي انا هعمل الطعميه. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا للطعميه بصلايه، هقطعها بصلايه اهي. تمام. بصلايه مش كبيره لان عندي الكميه هنا مش كبيره، لان انا قسمت الكميه وعندي توم. كل ده هيتحط في الكبه. تمام. وعندي طبعا الفول اللي انا عايزه الفول اللي عندي هنا. بقى الحاجات الخضره اللي انا هستعملها. تمام. الخضره اللي انا هستعملها معايا كرات اهو، كرات بلدي. هقطعها عادي بطريقه عشوائيه عادي في الكبه عادي. تمام. ومعايا حزمة بقدونس، شوية بقدونس صغيرين برضو. هاخد شوية من عند الورق كده مش كتير. والكزبرة برضو هاخد كام عود كده، كام عود مش كتير اهو. انا ان شاء الله ناوية اعمل لكم بقى الفول المقلي بالطريقة القديمة ان شاء الله باذن الله، وهتعجبكم جدا جدا. انا لسه كده ما تبلتش. تمام. انا هدي بس ضربة في الكبة كده. فانا كده حطيت الحاجات المقادير كلها. حطيت الفول والخضرة. كرات، طبعا الكرات ده بالنسبة لي اساسي جدا جدا. وحطيت كزبرة وبقدونس مش كتير لان كمية الفول عندي مش كبيرة. وحطيت توم وبصلة صغيرة، يعني قد 5 6 فصوص توم وبصلاية صغيرة. لسه ما ملحتش اي حاجة. وهضرب بالكبة. وكده تقدر نفضل برضه شغالين في الطبخ. زي ما انتوا شايفين احنا شغالين بقى. اهم حاجة عندي في الطعمية الطحن بتاعها. اهم حاجة الطعمية بحب تبقى ناعمة. دي بقى المرحلة اللي قبل الأخيرة اللي أنا هحط معاها التوابل. التوابل اللي عندي طبعا انتوا عارفين ان الطعمية بتحب الكزبرة. تمام. دي الكمية دي مش كبيرة، وانا قلتلكم مش كبيرة عشان انا قسمتها على 2. هحط كزبرة قد ايه اهي، يعتبر معلقة كزبرة صغيرة. هي روحها كزبرة اصلا والسمسم بصراحة. تمام. حابين تحطوا شوية شطة صغيرين براحتكم. تمام. حابين طبعا اكيد اكيد لازم نحط شوية كمون صغيرين. وهنضرب ضربة اخيرة شوية صغيرة بقى. تمام. وفي نفس الوقت كيس الفول اللي عندنا اللي مركون، اللي عنده كيس فول مركون
ادينا استعملناه وعملنا هنعمل منه اكلتين، والاكلتين على قد اخر حاجه بقى ننزل بشويه الملح، وما نكترش الملح عشان لو حبينا نعمل الطعميه ونحط عليها بيضه، نحط عليها اي حاجه، يعني يبقى احنا ايه برضو في ايدينا حته الملح، ما تبقاش الحاجه حادقه معانا. حبينا ناكل جنبها مخلل اي حاجه، تبقى برضو الحاجه مش حادقه معانا. يعني الموضوع والله الاكلات دي اكلات بسيطه، بس وقت هتبنينا على اننا بصراحة الغلاء اللي بيحصل ده والطمع اللي بيحصل ده والدنيا اللي بتحصل دي كلها، لا بجد والله احنا المفروض نقف وقفة للتجار اللي مستقرين السوق كله. تمام. انا هجيب بقى حاجة اوريكم فيها، سوري، الطعمية. بعمل كل حاجة قدامكم يا جماعة، كل حاجة بعملها قدامكم. تمام. اهي قدامكم زي ما انتوا شايفين انا بلمها. وادي الطعمية اتعملت قدامكم، مخدتش وقت. كيس الفول اللي كنا راكنينه عندنا بالسنة اتعمل منه اهو، اتعمل منه جزء اكله اهي. وممكن ناخد شوية الفول اللي نقعناهم ندمسهم يبقى فول وطعمية، ونقلب التين جنبهم وحتتين جبنة. يعني احنا ما نصعبش على نفسنا الدنيا والله فعلا، لان الدنيا لوحدها صعبة، يعني احنا ما نصعبهاش على نفسنا. وادي الطعمية اللي اتعملت. حد ارجوكوا تقولوا لي ايه رايكم. اهو ادي الشكل، ادي اهي. تفرق ايه عن بره؟ طبعا تفرق ان دوت اكل انت عملتيه بايدك. الفول ده انت حطيتيه بايدك، لا تضاف له اللي بره بيتضاف له عيش ناشف، بيتضاف له حاجات تانية، لان الفول بقى تمنه غالي. مش تمنه غالي ان انت تجيبيه تعمليه، انت لما تجيبي النص كيلو تعمليهم هيعملوا معاكي كميه كام كيس هتشيليهم في التلاجة. لما تيجي تعملي فطار الصبح هتطلعي حته جبنه على كيس الطعميه ده يعمل لي 5-6، جنب شويه فول، جنب شويه جرجير، جنب حته جبنه قديمه. القصه كلها هتخلص وكل الاسره هتاكل. ما نصعبش على نفسنا الدنيا، ما نقولش لا احنا لازم مش عارفه ايه البيضه ام 3 جنيه. لا، احنا لازم نقف. لازم الناس اللي بتحتكر السوق اللي كل يوم تبيع السلعه تخزنها وتبيعها بمعرفتها، لا، احنا لازم نساعد ان موضوع احتكار السلع ده يقف. وادي الطعميه اتعملت، والفول المقلي هعمله لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، واتمنى تعجبكم. ومش هقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليق لو حابين. باي باي.